في سنة من السنين في يوم من الأيام في مشروع من المشاريع كنا قاعدين في ميتنج أنا واتنين مهندسين صغيرين كانوا لسه فريش. في الحقيقة كان المهندسين يعني طبعا أنا بعرفهم على المهندسين وبقول لهم إن الراجل دوت شغال معايا وكذا وكذا وكذا. المهم مهندس من المهندسين الكبار كان بيتكلم معاه وعمال بقى يقول له في مصطلحات اي اف سي والاي اف تي وابعت لي مش عارف ام او ومش عارف اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. وطبعا أنا سامع الكلام وعارف كويس قوي ان الراجل دوت قاعد مش عارف اي حاجه من المصطلحات وعمال يهز دماغه ومكسوف ومحرج ان هو يساله او دي معناها ايه، علشان طبعا يعني خايف على منظره وخايف على منظر الشركه زي ما احنا عارفين وزي ما كتير مننا بيعمل لما بيسمع مصطلحات جديده وممكن تكتب المصطلح ولما تخرج بره عشان ما تبينش ان انت مش عارف تبقى بتسال اي حد. فانا في الفيديو دوت حبيت ان انا اتكلم عن المصطلحات واتكلم عن اسامي اللوحات علشان كل مهندسين الفريش جرادويت لازم قبل ما تتخرج تبقى عارف الكلام دوت، علشان ممكن تروح في اي انترفيو يكلمك باسم لوحه فتلاقيك مش عارف وطبعا بتبقى مش شكلها مش حلو. خلينا نشوف في الفيديو دوت ايه هي اسامي اللوح، يلا بينا. اول حاجه لازم تكون فاهمها ان كل اللوح اللي انا هقولها دي هتلاقيها في كل الاقسام، يعني اللوح المعماريه، اللوح الانشائيه، اللوح الالكتروميكانيكال. طيب اللوح الانشائيه او اللوح المعماريه عندهم ديزاين وتنفيذ وعندهم اسبلت، واللوح الانشائيه عندهم برضو لوح ديزاين وتنفيذ واسبلت، وعندهم ونفس الكلام طبعا في الميكانيكال والالكتريكال والبلامنج واي ناس شغاله في مجال الكونستراكشن عندهم نفس اللوحات. طيب ايه بقى اسامي اللوحات دي وايه اللي بنسمع عنها؟ زي ما كلنا بنقول وزي ما كلنا من الكليه عارفين، بس هي لما بنسمعها بمصطلحات غريبه ما بنبقاش قادرين نجمعها. ان احنا عندنا لوح ديزاين، عندنا لوح رخصه، عندنا لوح تنفيذ، وعندنا لوح بنقول عليها اسبلت. ايه هي بقى اللوحات دي وايه المسميات بتاعتها وايه الاختصارات بتاعتها علشان لو قعدت في ميتنج ما تحرجش الناس اللي معاك وكمان انت كمان ما تبقاش حاسس ان انت مش فاهم ومش مجمع الكلام اللي بيتقال لك. اول لوحه عندنا اللي هي IFC اللي هي issue for tender. طيب هل دي اول لوحه احنا بنبدا بيها؟ لا، في الحقيقه دي ممكن ما تكونش اول لوحه احنا بنبدا بيها. طيب ايه هي اللوحه اللي بنبدا بيها؟ ممكن تكون كمهندس معماري بتبدا بحاجه اسمها سكيماتيك ديزاين، ونفس الكلام برضو المهندس الانشائي بيبدا بحاجه اسمها سكيماتيك ديزاين، ودي حاجه داخليه، لكن في الاخر لما بتيجي تتسلم رسمي هتسلم الissue for tender، وبعد كده ممكن تكمل بقى باقي اسامي اللوحات. طيب تعالى في الissue for tender عشان نوصل لها انا عندي سكيماتيك ديزاين وعندي دي. اول ما هخلص دي ايه هو دي؟ الديفلوب ديزاين، والسكيماتيك ديزاين دوت هو البدايه بتاعت اي مشروع هنعمل ايه والتخطيط للمشروع هيبقى عامل ازاي. طيب يبقى انا عندي سكيماتيك ديزاين وعندي دي وبعديهم هتيجي اللوحه اللي هي الايشيو فور تندر اول ما انا اخلص الديزاين بتاعي من كل الاقسام. عملت اللوح بتاعت الايشيو فور تندر او عملت اللوحه اللي هي الاي اف سي وكده المشروع بتاعي جاهز، يا اما ان انا هدور على مقاول علشان يبدا في المشروع، يا اما ان انا عايز اروح اخد رخصه للمشروع. بعديها على طول لو اول ما تلاقي المقاول هنبتدي نجهز اللوحات الثانيه اللي هي الاي اف سي اللي هي ايشيو فور كونستراكشن، ودي غالبا بيحصل فيها خلاف شويه. في ناس بقى بتقول لك ان دي هي الشوب دروينج، وفي ناس بتقول لك لا دي لوح اللي هناخد عليها الرخصه، وفي ناس بتعتبر ان دي اصلا لوح الشوب دروينج، ولكن بتفرق من شركات لشركات على اساس ان انا بعد دي او بعد الديفلوب ديزاين او بعد الايشيو فور تندر ان انا بحط شويه تفاصيل زياده لما بشوف المقاول، لان المقاول ساعات بياخد اللوحات مني وبيبتدي يطلب مني شويه متطلبات علشان يفهمها، فببتدي اعمل تعديل على اللوحات اللي عندي توصلني ليه ان انا اسلمه اللوحات يكون قادر وجاهز ان هو يقدر يعمل عليها لوح الشوب دروينج. فايا كان الاي اف سي هي لوح الايشيو فور كونستراكشن، ان انت خلاص المفروض هتاخد اللوح دي وتديها للمقاول ويبتدي المقاول يعمل عليها شوب دروينج ويطلع ادق التفاصيل. بعد ما المقاول بقى ياخد اللوحات مننا اللي هي الايشيو فور كونستراكشن او الاي اف سي ويبدا هو يشتغل عليها شغل الشوب دروينج ويحط ادق التفاصيل في التنفيذ علشان الناس اللي معاه والعماله اللي معاه تقدر تنفذ في الموقع. بنروح بعديها للوحات اسمها
الاز بيلت. لوحات الاز بيلت مش في كل المشاريع بتطلب، في المشاريع اللي احنا عايزين او ممكن نقول في المشاريع الحيويه، يعني مثلا مستشفى، مول، هيبقى ليها صيانه بعد كده وهيبقى ليها تفاصيل بعد كده. ايه هي لوح الاز بيلت؟ لوح الاز بيلت وانا بنفذ في بعض الحالات بعد ما عملت شوب درونج وعملت كل الكلام دوت، بيبقى عندي بعض التفاصيل ما بتبقاش زي اللوحه بالظبط. حاجه حصلت في الموقع، تعديل حصل في الموقع وما وقفناش عليه المشروع وحاجه بسيطه، فحصل ان احنا حركنا مثلا الباب بدل ما هو كان المفروض يتحط في محكيه 10 سم يتحط في محكيه مثلا 20 سم، بدل مثلا ما كانت الاوضه هتبقى 4 متر بقت 4 متر و30، فحصل تعديل بسيط او طفيف مش زيه زي اللوحات بتاعه المقاول او مش زيه زي اللوحات بتاعه الديزاين. فانا ببقى محتاج ان انا اعمل حاجه اسمها لوحات الاز بيلد، لوحات تحاكي الواقع بالظبط. فبنزل بعد كده اراجع على المشروع واشوف التعديلات واطلع لوحات زيها زي الواقع. وليه دي بتتعمل في المشاريع الحيويه؟ علشان دايما المشاريع الحيويه بيبقى فيها تعديلات كتير، ودايما الاونر عايز دايما الحاجه بتاعته زي ما هو اتفق عليها، فبالتالي دي من النقط المهمه جدا. خلي بالكم بقى ان الكلام ده بيحصل زيه في البي اي ام بالظبط، هي نفس اسامي اللوحات، ولكن احنا في الاخر بدل ما بنسلم بس لوحات بنسلم مع كل مرحله الموديل بتاعها، واخر مرحله بتتسمى الريكورد موديل. وعلشان كده احنا عندنا مسميات اسمها ال او دي 100 وال او دي 200 وال او دي 300 و350 و400 و500. فلو احنا جينا صنفناها كده تصنيف سريع، فهقول لك ان ال او دي 200 سكيماتيك ديزاين، ال او دي 300 ديفلوب ديزاين، واللوحات بتاعه التندر واللوحات الاي اف تي بتخرج من الموديل بتاع ال او دي 300 ده، زائد كمان ال او دي 400 اللي هو هيكون الشوب دروينج، وبعديها اخر حاجه الريكورد موديل او ال او دي 500 او الاز بيلد، علشان الاونر يقدر يراجع المشروع بتاعه، ويقدر كمان الناس بتوع الفاسيلتي مانجمنت تشتغل على الشغل بتاعها. دي كده المسميات. والال او دي هو ليفل اوف ديفلوبمنت، علشان كده نبقى قلنا مجموعه من الاختصارات مهمه جدا جدا ليك لو انت لسه فريش جرادويت تبقى مجمع كل التفاصيل. لا يا هندسه انا حاسس ان انا تهت ومش مجمع اي حاجه. من الاخر كده تعال نجمع الموضوع في قصه كده بسيطه سريعه علشان تفهم كده الخطوات ماشيه ازاي. انا من بدايه المشروع هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل حاجه اسمها السكيماتيك ديزاين، لوحات كده بسيطه جدا للديزاين تقريبا الموضوع هيبقى ماشي ازاي. بعديها هبتدي اطور الموضوع شويه، فهوصل للوح اسمها الايشيو فور تندر او الاي اف تي. بعد اللوحات الاي اف تي هروح عايز اطلع رخصه، فممكن اعمل لوحات الاي اف سي اللي هي ايشيو فور كونستراكشن. وبعد ما تنتهي من لوحات الشوب دروينج والمشروع يتنفذ ويتظبط ويبقى موجود بالفعل، بنعمل لوحات از بيلت علشان تحاكي الواقع بالظبط. بعد ما الشوب دروينج يتعمل وننزل ننفذ المشروع، زي ما قلنا بيبقى فيه تغييرات بسيطه جدا، فانا بقول ان انا عايز لوحات زي التغييرات بالظبط، وعايز المشروع بتاعي زي الحقيقه بالظبط، علشان لو هبتدي اعمل ريبير للمشروع، عايز اصين المشروع زي المولات وزي الفنادق وزي المطارات، لو بيحصل اي تعديل لازم يكون جاي عن طريق اللوح علشان ما نبقاش فيه ويست عندنا كبير. فمهم جدا ان احنا نعمل لوحات الاز بيلد، او في البي اي ام نعمل الريكورد موديل، علشان مهندسين الفاسيلتي مانجمنت، مهندسين التشغيل والصيانه جوه اي مشروع يقدروا يشتغلوا عليها بشكل كبير. اشكركم واشوفكم في فيديو جديد.